ويا هلا ويا مرحبا. اليوم بسوي معاكم الكعك الفلسطيني بطريقة مرة سهلة وبسيطة. راح أذكر لكم المكونات كاملة، اللي هو هنا كيس كامل من الدقيق، هنا السمن حيواني خلطته مع حيواني وشوي سمن نباتي، تقريبا 3/4 الكوب سمن حيواني، والربع الباقي ضفت له اللي هو سمن نباتي. وهنا زيت زيتون تقريبا كوب كامل، رشة بسيطة من الخميرة، هنا ملعقة كبيرة من اليانسون، ملعقة كبيرة من الشومر، رشة بسيطة من الهيل، هنا كوب كامل، لا نصف كوب من الحليب الباودر، شيء بسيط تقريبا نص الملعقة الصغيرة المحلب، هنا السمسم 3 ملاعق نحمصها قبل، هنا ملعقتين اللي هو الحبة السوداء، هنا منقوع اليانسون، خذيت اليانسون تقريبا كوب ونص نقعتهم، وخذيت المويه حقتهم، يعني او تغلونهم على النار لين ما تاخذ كل نستخلصها كامله ونصفيها وناخذ مويتها. هنا كوب سميد خشن انا طحنته ما صار معي، شايفين كيف ناعم مره. هنا نصف كوب سكر، ويلا نبدا. هنا اضفت كيس الدقيق كامل، راح اضيف كوب من السميد الناعم، نصف كوب من الحليب البودر، السكر كوب كامل، نصف كوب، معلش نصف كوب. أضفت له مستكة تقريبا 5 حبات طحنتهم مع السكر. هنا الهيل والشومر، هنا اليانسون، الخميرة، المحلب، لا نكثر محلب لأنها بتعطي مرارة، فقط نصف ملعقة صغيرة أو أقل حتى من نصف الملعقة. هنا 3 ملاعق من السمسم، ملعقتين من الحبة السوداء. حاليا بضيف الزيت، هنا زيت الزيتون كوب كامل، والسمن مثل ما قلت لكم خلطت بين السمن الحيواني والنباتي تقريبا كوب كامل، واقلبهم مع بعض وارجع لكم. هنا خلاص شايفين كيف جهزت عندي. معلومة مهمة، لا تكثروا خلط، وإذا كانت تحتاج يعني شايفينها مرة سايلة نضيف لها شوي دقيق لين ما تتكون معنا هذه العجينة. شايفين كيف ما تتكسر معنا ولا تتقطع من هنا. حشوة عبارة عن تمر، 3 ملاعق من السمن، وبهارات المعمول الجاهزة من اسناد، وحطيت إضافة 3 ملاعق تقريبا من السمسم المحمص، وشوي من الشومر وشوي من اليانسون. هنا خلاص تركت العجينة ساعة كاملة، وهنا جهزت العجوة. حاليا بصلح معاكم حبة نجربها مع بعض. وهنا جهز عندي ألذ
الكعك. شايفين تبارك الرحمن كيف الحبة.